الجزائر تخسر المعركة لكن الحرب متواصلة. قرار محكمة التحكيم الرياضي لن يسقط مطالب الفاف. الطاس رفضت الطلب الاستعجالي المقدم من طرف اتحاد الجزائر بشأن مواجهتي المربع الذهبي أمام نهضة بركان المغربي. النهائي سيلعب بين ممثلي المغرب والزمالك المصري غدا الأحد، لكن مساعي الفاف والاتحاد ستتواصل، والهدف القادم هو الفوز بمعركة الخريطة الوهمية ومنع الأندية المغربية من وضعها في القمصان مستقبلا، خاصة وأن المنافسات القارية ستجمع بين الأندية الجزائرية والمغربية، والسيناريو مرشح للحدوث مرة أخرى في حال عدم وضع الفيفا الأندية المغربية عند حدها وتحذيرها من إقحام السياسة مجددا في الرياضة، رغم التواطؤ الفادح للكاف التي عادت مرة أخرى لتسمح لنهضة بركان بخوض النهائي بقميص الخريطة المزعومة حسب ما أسفر عنه الاجتماع التقني للمواجهة. الطاس لم تتخذ قرارها النهائي بعد، ومنحت الكاف والمغاربة مهلة تمتد إلى غاية 13 مايو المقبل لتقديم دلائل واضحة قبل اتخاذ القرار النهائي.